أنتم لا تعرفوننا، إرهابيون نحن شئتم أم أبيتم. هناك العديد من القوى والأطراف التي أدرجت في لوائح المنظمات الإرهابية وفق معايير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وتمت إدانتها بالإرهاب، غير أن هذه المنظمات أو الجماعات والشخصيات لا تعد أنفسها تنظيمات إرهابية، بل تحاول بشتى الوسائل تبرئة نفسها من تهمة الإرهاب، فلا تعلن مسؤوليتها عن أي عمل أو نشاط إرهابي لئلا تتهم بشكل رسمي بالإرهاب وتندرج في هذه القائمة بشكل رسمي. غير أن الملفت للنظر هو أن الباكك هي التنظيم الوحيد من بين هذه القوى والأحزاب الكردستانية والعالمية، والتي تنادي بصوت عال كقعقعة بنادقهم عند توجيه أفواهها نحو صدور البيشماركة والشعب الكردستاني، فجل شغف من يصرخ بأعلى صوتهم بأنهم إرهابيون. نعم، إرهابيون نحن شئتم أم أبيتم، وممارستنا خير دليل وشاهد على ما نقول، فهي تبعث رسائل واضحة للعالم أجمع والشعب الكردستاني خصوصا من وراء ممارساتها الخبيثة ضد شعب وحكومات البقعة الوحيدة المحررة من كردستان بأنها منظمة إرهابية، إذ من المعروف وفق المعايير والقوانين والأعراف الدولية أن تفجير السيارة واغتيال موظفين حكوميين واستشهادهم واختطاف الأطفال القاصرين وتهريبهم إنما هي عين الأعمال الإرهابية. فالباكك بأعمالها الإرهابية بدءا من اغتيال نائب القنصل التركي في مطعم بالعاصمة أربيل، واستشهادها لمدير أسايش معبر سرزير الحدودي غازي صالح آل خان في 8 تشرين الثاني عام 2020، وإطلاق النار على بيشماركة كردستان في ناحية دينارتا، وخطف العديد من شباب الكرد وأطفالهم في المناطق الحدودية لإقليم كردستان بحجج واهية لا أساس لها من الصحة، وطلب الفدية من عوائلهم من أجل تحريرهم، وبعدها باستشهاد وجرح عدد من بيشماركة حماية البيئة في دهوك. فهي بهذا الكم الهائل من الأعمال الإرهابية كشفت للعالم بأنها ليست حركة تحررية، بل هي منظمة إرهابية بامتياز، فهي منظمة إجرامية لا ترحم حتى كوادرها وأنصارها، بل تفتك بهم وتغتالهم بطرق ممنهجة وسلسة، وبعدها تذرف دموع التماسيح على جثامينهم وتعدهم شهداء لها للتأثير على عوائلهم والمتاجرة بدمائهم. فالباكك تدعي مرات بأن هؤلاء استشهدوا على يد الدولة التركية، ومرات أخرى متهمة أطرافا سياسية كردستانية أخرى بقتلهم، كمقتل الإعلامي وداد حسين في قلب مدينة دهوك، فقد استشهدته الباكك في دهوك في وضح النهار، غير أنها اتهمت المؤسسات الأمنية لجنوب كردستان بالوقوف وراء استشهاده من خلال ماكينتها الإعلامية المختصة بتحريف الحقائق. نعم، قد يكون الدافع من وراء ممارسة الباكك هذه ومحاولة إظهار تضاد بين
مقولتين لمسعود بارزاني، وذلك عندما رفض تسمية الباكك بالإرهابية على كافة المؤسسات الإعلامية الكردستانية والعالمية. فقد صرح البارزاني خلال العديد من حواراته على وسائل الإعلام العالمية أن الباكك ليست منظمة إرهابية، رافضا التهمة ومدافعا عنها، وكذلك لتناقض حديث آخر له عندما حرم وجرم الاقتتال الأخوي. فليس ببعيد أن تمارس الباكك كل هذه الأعمال لهذا الغرض، إذ أن سياستها وأيديولوجيتها وأخلاقها ومسيرتها كلها مبنية على هذا. فعندما يقول أحد كبار قادة الباكك أمثال ريزا تشافيد إن الكردية الحقيقية هي مخالفة كل ما يقوله البارزاني والعائلة البارزانية، فهذا هو حقا أخلاق الباكك وسياستها. فقد أثبتت الباكك من وراء ممارساتها للعالم أجمع بأنها منظمة إرهابية، وأنها لا تريد إزاحة اسمها من لائحة المنظمات الإرهابية العالمية، وأنها أعلنت للعالم أجمع أنها تستحق تسمية المنظمة الإرهابية بجدارة وامتياز كحركة طالبان والقاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، وأنه لا يوجد فرق بينها عدا الجانب الأيديولوجي والعقائدي. فالباكك وبأعمالها هذه لا تشرعن الهجمات التركية فقط، بل وتؤيد أقوال كبار القادة الأتراك عامة وأردوغان خاصة عندما يقول للعالم بأننا نحارب منظمة إرهابية. فهي لا تضفي الشرعية وحدها على احتلال غرب كردستان، بل تحاول إضفاء الشرعية على الهجمات التركية على جنوب كردستان أيضا، والتي توقفت منذ فترة، وإبداء الهجوم بأنه حق تركيا المشروع.